قانون المرور بيقول إن قيادة سيارة تتسبب في تلويث الطريق دي مخالفة مرورية، والصور عليها كتير. أول حاجة إن حد يبقى ماشي بعربيته ويلقي فضلات في الطريق، يرمي أي حاجة، يرمي زبالة، يرمي ورق معاه، يرمي أكياس، يرمي إزاز مَيّة، ده هنا مخالفة مرورية. كمان لو في عربية نقل وألقت مخلفات بناء، ردم مثلًا، رملة، أي كلام من ده، برضه دي مخالفة مرورية. تالت صورة إن في عربية بتسير في الطريق وبتصدر أصوات مزعجة، زي إن الشكمان مثلًا يكون بايظ أو ماشية من غير شكمان، فهنا مخالفة مرورية برضه لأنها سببت في التلوث السمعي في الطريق العام. أو إن في عربية تكون الموتور بتاعها مش مضبوط فبتصدر دخان كثيف، أو بيصدر منها رائحة كريهة زي عربية النضافة مثلًا، أو عدم تسليب وربط الحمولة وتغطيتها، وده بالنسبة لعربيات النقل. وده بيفسر لنا إحنا ليه بنشوف عربيات النضافة في الشارع الحمولة بتاعتها بيبقى عليها شبك، وده عشان ما فيش حاجة من الحمولة بتاعتها تتغير في الطريق. العقوبة هنا بتكون أو عقوبة المخالفة دي بتكون العقوبة المالية أو الغرامة من 500 جنيه ل 1500 جنيه. أما في حالة تكرار الفعل في خلال 3 شهور فبتتضاعف العقوبة. وفي حالة العود وتكرار الفعل في خلال 3 شهور من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني، فهنا العقوبة بتكون مضاعفة تمام، لكن كمان بيكون في سحب لرخصة القيادة لمدة عام. وسلام.